السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه كوزين الهام. اليوم ان شاء الله غنصاوبوا لي كيش بالبيض. غندوزو اول شيء غنديروها ندوزو المقادير. عندي هنا 150 غرام ديال الزبده على شكل بومات. عندي هنا 300 غرام ديال الدقيق الابيض، نصف ملعقه صغيره ديال الملحه، 80 سنتيلتر ديال الماء. غندوزو للطريقه. في الدقيق ديالي غنضيف الملحه وغنضيف الزبده اللي قلت لكم على شكل بوماده او على شكل كريمي. ضروري خاصني نحيد كل هالمقادير باش يجيني هو هذاك. غندوزو دابا غنرملو الدقيق ديالي، ما غنعجنش، غير غنرمل غير بالصباع على هذا الشكل حتى يترمل ليا مزيان الدقيق. هانتوما هكا حتى نحس ان الدقيق اللي عندي كله ما داخل فيه الزبده مزيان، يعني على هذا الشكل هذا. دابا غنبدا نزيد في الماء شويه بشويه، وكما قلت لكم ما كنعجنش، غنبقى كنزيد في الماء وغير كنجمع العجينه. حتى تجمع عندي العجينه. حتى تكون عندي العجينه بحال هذه كما كتشوفوا، ما كنعجنهاش، غير كنجمعها بالماء. دابا غنمشيو باش نسرحوا العجينه ديالنا بالمساعده ديال الدقيق. ما نكتروش من الدقيق، غير واحد شويه. غنجيبوا العجينه ديالنا وغنزيدوا نرشوها بشويه ديال الدقيق وغنحاولوا معاها غير بشويه على هذا الشكل. حتى تسرح لينا العجينه مزيان. وغنقطع على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا نحيد البقايا. نجيب الصينيه ديالي اللي غندخل الفران. غنجيب المول وغنحاول ندخل العجينه في المول مزيان ونقاد ليها. هانتوما على هذا الشكل هذا. ونجيبو الظهر ديال الموس، غير الظهر نحيدو الزياده اللي كيكون فيها. على هذا الشكل كما كيبان لكم. غنكمل انا بهذه الطريقه هذه حتى نسالي جميع العجينه اللي عندي ونعاودو نتلاقاو باش ندخلوها الفران. من بعد ما كنكمل التشكال ديال لي كيش ديالي كنتحصل عليهم على هذا الشكل هذا. دابا غندخلهم الفران اللي سخنته على درجه 200 درجه حتى يتحمروا ليا مزيان. عاد غنتلاقاو باش نشوفوا العماره ديالهم. وقبل ما ندخلهم الفران غنثقبهم هكا بالفورشيط على هذا الشكل هذا. نثقبهم مزيان لان فيهم الزبده كثيره، والزبده كتخلي العجينه كتنفخ. وندخلهم الفران. من بعد دخلنا لاباط ديال لي كيش ديالنا الفران باش طيب.
دابا غندوزو ان شاء الله العماره. عندي هنا 8 ديال البيضات، الكاس ديال فرماج عندي هنا انا فرماج حمر، اي نوع ديال الفرماج بغيتو ديروه. عندي هنا الكاس ديال اتاي ولا ديال عنبه ديال لاصوص بيشاميل، راه كنت صوبتها معكم، غنخلي لكم الفيديو ديالها في اخر فيديو. واحد شويه ديال الملحه. غندوزو للطريقه كما كتشوفوا. عندي هنا جوج ديال الطباصل، واحد غندير فيه الصفار ديال البيض، واحد غندير فيه بياض ديال البيض. غنكمل هكا. دابا غنجي غنحط الفرماج ديالي مع الصفار البيض هكا، والبيشاميل على هذا الشكل، ونخلط مزيان. كما كتشوفوا وغنخلي هذا الخليط هذا على جنب، ونجيب البياض البيض مع قبصه ديال الملحه ونطربهم مزيان حتى يوليو ليا بحال الثلج. حتى كنتحصل على بياض البيض على هذا الشكل هذا. دابا غنجيب الخليط الاول وغنزيد شويه بشويه وانا كندور. هانتوما هكا، وغنزيد كما قلت لكم الخليط شويه بشويه باش ما يهبطش لينا البياض البيض، وكنبقاو كندورو هكا من الفوق لتحت. نزيدو نقسموها على 3 اجزاء. طابوا لينا لي بات ديالنا ديال لي كيش كيتحيدوا ليمول بسهوله هانتوما كما كتشوفوا. وغنجيب العماره ديالي، غنجيب معلقه لهذا الشكل، ونعمر جميع لي كيش او العجينه ديال لي كيش بهذا الخليط ديال البيض على هذا الشكل هذا، وندخلوها الفران. الفران غيكون شغلناه قبل على درجه 180 درجه 170 درجه. نخليوها حتى طيب مزيان، يتحمر الوجه ديالها ودير بحال اللي كتشقق. نخشيو فيها العود ديال البروشيت، الا خرج لينا نقي يعني راه طاب لينا البيض ديالنا غنخرج. من بعد ما كنستخرج لي كيش ديالي من الفران كنتحصل عليهم على هذا الشكل هذا، كيجيو رائعين جدا. وكنتمنى من كل قلبي ان هذا الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش بلي لايكات ديالكم واشتركوا في القناه وضغطوا على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم، فرصه اخرى ان شاء الله.